من الطلاب الجامعيين قالوا في واحد من التحليلات الإحصائية الكبرى أو ما يسمى بالميتا أناليسيس اللي اتعمل سنة 2007 تحت إشراف الدكتور بيرستين، هو يعني واحد من المتخصصين في هذا المجال. الطلبة دول قالوا إن هم بيعانوا من مشكلة التسويف في حياتهم الأكاديمية، يعني يكون عندهم حاجات لازم يعملوها، مذاكرة امتحانات أو تسليم أبحاث، ويسيبوا كل ده ويهربوا منه لحد آخر لحظة، وبعدين يزنقوا نفسهم ويحاولوا يلموا المنهج كله في أسبوعين. طبعا عزيزي المشاهد بتقول يا نهار اسود، ده مش كتير شويه اسبوعين؟ عزيزي المشاهد ده بره يعني مدرك ان انت بتبقى في ايام ان لم يكن ساعات قبل الامتحان. ما علينا، زي ما قلنا المصطلح البروكراستينيشن، المماطله او التسويف. معنى السلوك ده ببساطه انك يكون عندك مهمه معينه المفروض ان سعادتك تعملها، بس انت مش عارف ليه ما بتعملهاش، رغم ان انت عارف كويس ان انت لازم تعملها بس ما بتعملهاش، ورغم ان انت متاكد ان ده غلط جدا وهيوديك في 60 داهيه برضه ما بتعملهاش. والاسوأ ان انت ممكن تكون بتعمل كذا حاجه تانية اصعب واتقل وارخم، ويمكن تكون حاجات ما بتحبهاش اصلا عشان بس تهرب من الحاجه اللي المفروض تعملها.